اسمه دلوقتي بدأ يطرح على الساحة بشكل كبير جدا. معانا الكابتن جمال حمزة. كابتن جمال وحشنا جدا. ابراهيم حبيبي كل سنه وانت طيب. مبارك ايه يا كابتن، وحشنا جدا جدا. تمام ربنا يخليك وانت كمان والله. بنسمع الاخبار ومستنيين تكون هي دي العودة الحقيقية لجمال حمزة. اخبار ان نادي الزمالك انه جمال حمزة يبقى موجود في نادي الزمالك. قول لنا صحة الاخبار دي ايه من عدمها؟ والله طبعا ده اكيد يعني انا يعني ده حاجه انا بتمناها طبعا، وقلت اكتر من مره ان انا اتمنى طبعا ان انا اختم مشواري في نادي الزمالك، النادي اللي انا اتربيت فيه. وكان حصل كلام كده يعني بعض الاعضاء مجلس الاداره وربنا يسهل. يعني هو الموضوع ان شاء الله هيبقى مع المدير الفني، يعني هيبقى هياخدوا راي المدير الفني وربنا يسهل ان شاء الله. هل انت كنت متوقع ان ده يحصل فتره غياب طويله عن نادي الزمالك، الاسم اللي لمع فيه جمال حمزه لفترات طويله جدا، والناس لحد دلوقتي لسه معتبراك ابن نادي الزمالك وان نجوميتك كلها اتصنعت؟ طبعا انا علاقتي كنت متوقع يعني بس الاول ولا لا؟ علاقتي بنادي الزمالك يعني مختلفه شويه عن اي حد، لان انا يعني نادي الزمالك من وانا عندي حوالي 8 سنين. فسواء ان انا يعني مش شرط ان انا ارجع او ما ارجعش، علاقتي بنادي الزمالك ما بتتقطعش يعني. قول لي المفاوضات جت ازاي؟ نعم؟ المفاوضات جت ازاي او الكلام جه ازاي؟ والله بص يعني مش يعني عايز اخلي كل حاجه لوقتها. يعني مش عايز تقول ان كابتن حازم امام يعني وكان في كلام وحاجات زي كده؟ ان شاء الله لما الموضوع بس يتم ان شاء الله، وبعد كده نتكلم بقى ان شاء الله طيب وهقول لكم كل حاجه. الامور دلوقتي بس واقفه على فكره موافقه المدير الفني لنادي الزمالك على اسم جمال حمزه يبقى موجود وتنتهي الامور ان شاء الله. الاتفاق على الامور الماديه منتهي وكل الامور. لا ما عنديش يعني ما اتكلمتش، ما تطرقتش للموضوع ده، لان ما عنديش مشكله خالص في المواضيع الماديه. لان زي ما قلت لك انا علاقتي بنادي الزمالك مختلفه شويه عن اي حد، لان انا عارف ان نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه، واكيد انا واحد من الناس لازم يبقى لي دور في الموضوع ده. فانا ما اتكلمتش في موضوع الماديات خالص. طيب خليني اسالك سؤال معلش واستحملني فيه، لان انت عارف جماهير نادي الزمالك اكيد دلوقتي وهي بتتفرج وهي بتسمع جمال حمزه طمنا، عرفنا اللياقه البدنيه عامله ازاي، بتتمرن ازاي، الامور ماشيه ازاي، انت فايق والامور ماشيه معاك بشكل كويس؟ والله بص اكيد طبعا يعني ما فيش حد دلوقتي في مصر كلها في مستواه الطبيعي. لان زي ما انت شايف ما فيش كوره اصلا. فموضوع التدريب والحاجات دي اكيد هتبقى مع الفرقه بشكل قوي اكتر، والماتشات هتبقى يعني دي هتبقى برضه زي ما قلت لك، دي هتبقى رؤيه الجهاز الفني يعني. وهي قصه عزيمه واصرار، وانت عايز ترجع نادي الزمالك وعايز تبقى متواجد، واعتقد ان الامور تمشي معاك. زي ما انا قلت لك دلوقتي ان انا بتمنى ان انا اختم مشواري في نادي الزمالك، وبتمنى ان يعني لو كان في اي حد زعلان مني سواء في جمهور او في اداره او مدربين في نادي الزمالك ان هو ما يزعلش مني، وبقول لهم كل سنه وهم طيبين كلهم ان شاء الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق. واحد من نجوم الحقيقه كره القدم في مصر جمال حمزه، واسماء محترمه جدا. نتمنى باذن الله العوده تكون عوده حميده زي ما بيقولوا دايما، لانه مهم جدا. بنبقى سعداء جدا لما يكون في لعيب زي جمال حمزه وبيرجع ارض الملعب. نتمنى كمان نشوف حد زي ابراهيم سعيد. دي اسماء الحقيقه محترمه في كره القدم، لكن الامور شويه ما مشيتش معاها بشكل طيب. ممكن يكون اخطاء منهم هم معترفين بيها، ممكن يكون اي حال من الاحوال الظروف ما خدمتهمش.